السلام عليكم. كلنا بنحب السي فود وبنحب ناكله في المطاعم لان بتبقى التسوية مظبوطة. كتير منا مش بيعرف يسوي السي فود كويس في البيت. هنعمل مع بعض النهارده طاجن جمبري حلو جدا بتسوية مظبوطة جدا. نقول بسم الله ونبدأ. في طاسة عندي على النار هحط معلقتين كبار من الزيت وعليهم معلقتين كبار من الثوم المفروم. هشوح الثوم فيهم لحد ما يبقى لونه ذهبي فاتح كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اضيف الجمبري بتاعي. هنا انا مستخدمه نص كيلو للجمبري. طبعا تحبوا تستخدموا اي نوع، انا هنا جايبه البلدي. واي حجم زي ما انتم حابين. اهم حاجه نكون منضفين الجمبري من السلسله الرمليه اللي في الظهر وغاسلينه كويس جدا. طبعا أنا عملت معاكم قبل كده فيديو لتنظيف الجمبري من غير ما نفتحه ونبوظ شكله. هسيب الجمبري بقى كده يتشوح شويه مع الثوم واحضر هنا الخضار بتاعي. عندي بقى بصل مقطع شرايح، بصلتين كبار واتنين طماطم مقطعين شرايح، وكمان شويه من البقدونس وشويه من الكرفس وفلفل رومي وفلفل حامي اذا حابين. ده الخضار بتاعي. هضيفه كله بقى كده في بوله واحط عليه شويه من الملح، وكمان هحط عليه شويه من الشطه والزيت. وهبتدي بقى كده اقلب الخضار كويس جدا. هنا مش المطلوب مني ان الخضار يختلط مع بعضه، لا انا بحاول يعني ايه، امزج البصل مع الخضار وادعكه كده كويس بحيث ان هو يطلع ريحه معايا. عايزه اقول لكم ان ريحه الخضار في الوقت دوت تحفه جدا. لما آه خلطته كله كده مع بعضه. في الاخر بقى كده بعد ما خلطته كويس جدا هعصر عليه ليمونه وهقلب. زي ما انتم شايفين الجمبري عندي بدأ يغير لونه كده بسيط. هنزل عليه بمعلقه كبيره من الكاري ومعلقه من الكمون. هقلبه كده لحد ما الكاري بس يطلع ريحته، وبعد كده هنزل بمعلقه من الملح واقلب كويس جدا. هسيبه دقيقه كده بس اشوح على النار يختلط ببعضه، وبعد كده هطفيهم بمعلقتين كبار من الخل. هسيبهم على النار دقيقتين بعد ما هضيف الخل كده بالكتير. وبعد كده بقى هنزل بالجمبري بتاعي بالخلطه الرهيبه اللي انا عملتها له على الخضار بتاعي. عايزه اقول لكم الطاجن طعمه فظيع بجد، هيوديكم في مكان تاني، تحسوا ان انتوا تاكلوه في اشهر مطاعم فعلا. وطبعا بتكلفه اقل بكتير من بره. هبتدي بقى اخلط الجمبري بتاعي مع الخضار كويس. وبعد كده بقى هجيب الطاجن بتاعي وهحط فيه الجمبري بالخضار خلاص كده. وهحطه بقى في الفرن. يعني الاول هحط عليه كده ربع كوبايه من الميه السخنه المغليه لتسهيل بس عمليه السوا. طبعا بقى نزين زي ما احنا حابين. انا هنا حطيت شرايح ليمون. الجمبري سريع جدا والطاجن سريع جدا، اتعمل في حوالي نص ساعة كله. هدخله بقى الفرن كده لمدة ربع ساعة مش اكتر. وزي ما انتم شايفين هيطلع بالشكل الجميل ده. اهم حاجة في الطاجن ده نخلي بالنا من تسوية الجمبري، ما نسويش الجمبري كتير علشان ما يشدش معانا. يا رب الوصفة تعجبكم.